السلام عليكم ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وأن تدعمون بلايك كي يصل إليكم كل جديد. قصة مؤثرة جدا 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 مع فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، يحكي قصته مع شاب. هذا الشاب زاني، في حياته كلها بين الزنا وشرب الخمر والفسق والفسوق. المهم أن هذا الشاب في لقاء مع الشيخ في أحد المساجد، المهم قابل الشيخ وحضنه احتضانا شديدا، وأصر على الشيخ محمد بأنه يحضر عنده كضيف. بالفعل الشيخ محمد حضر ولبى هذه الدعوة، ويقول الشيخ أني رأيت على هذا الشاب أثر الغنى وأثر النعمة. المهم راح الشيخ محمد حسان في عمارة هذا الشاب وجلس معه وطلع في الدور الثاني، وبدأ الشاب يحكي قصته مع فضيلة الشيخ محمد حسان، ويقول: يا شيخ، ابتداء أنا يعني لا يوجد في هذا في هذه الدنيا أبغض منك عندي في هذا الوقت. والله يا شيخ محمد، شايف ده المكتب وهذه الحجرة اللي قدامك ديت، هذه الحجرة كانت معمولة للزنا. وكنت في شهر رمضان الناس بتصلي التراويح وأنا قاعد في الأوضة وبضحك على الناس اللي بتصلي التراويح والناس اللي بتصوم، وأنا قاعد علشان الزنا وعلشان شرب الخمر. أول حاجة كانت توضع قبل الماء على سفرتي كانت الخمر، وكل يوم، بل كل يوم مرتين أزني بأجمل الفتيات. أنا مقعد ناس مخصوص معينهم اللي هم يجيبوا لي أجمل الفتيات. وبالفعل والناس بتصلي التراويح جابوا لي البنت انا ما ارتحت لهاش، فالمهم قلت لهم روحوا غيروها وهاتوا لي واحده تانية، وطبعا زعقت معاهم. المهم هم عملان، وده كان وقت صلاه التراويح، وهم بيجيبوا البنت، فانا ماسك الجهاز الريموت وعمال اقلب، قلت اتفرج على اي حاجه تسليني لغايه لما يجيبوا البنت، وفي نفس الوقت انا بقى بتفرج على قنوات الاباحيه. وفجاه ببص لقيتك يا شيخ محمد قدامي. ايه ده؟ انا قلت لنفسي: ايه ده جه ازاي هنا؟ ده جه غلط هنا، ده المفروض ده ما يجيش هنا، إيه اللي جايبه هنا ده؟ العلماء واهل الفضل ما بيجوش هنا. المهم انا ما برتاحلكش اصلا، وعمري ما كنت بصلي، وعمري ما دخلت مسجد ابدا. المهم فعمال امسك الريموت علشان انقل، فجاي بنقل الريموت مش عايز ينقل. قلت اسمعك ثواني وانا مش طايقك. اسمع اسمع اسمع، صباع مش عايز ينزل على الريموت. اسمع، وفجأة لقيتك بتتكلم على الهواء مباشرة خطر الزنا. فإذ بي قلت أن هذه المحاضرة لي أنا، هذه المحاضرة خاصة بي أنا، أراد الله بي الهدى والخروج من الظلمات. فإذ أنا أبكي بكاء شديدا وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما فعلته، وعمري ما دخلت المسجد أبدا، وعمري ما صليت لله رغم الغنى الفاحش اللي أنا فيه. دخلت اغتسلت وبدأت أصلي وأركع لله وأسجد لله سبحانه وتعالى. فإذ بهؤلاء دخلوا وأنا في السجود ومعاهم هذه الفتاة، وهم بيقولوا مش ممكن، ده اللي كان من ساعة أو من ساعتين بيشرب الخمرة ومستني اللي يزني، دلوقتي هو راكع وساجد. المهم انتظروا وأنا في شدة البكاء، ولكن قالوا لي البنت موجودة، قلت لهم اخرجوها مشوها. وبدأت أصلي، وأول مرة في حياتي أصوم، وفي نهاية الشهر أو في نهاية الأسبوع كنت أنا وزوجتي بنعمل عمرة لله. طبعا هدى الله سبحانه وتعالى هذا الشاب، ونقول لمثله: أنا باب التوبة مفتوح، وباب الإنابة والرجوع
إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. ولكن عليك أنت أن تسارع إلى التوبة وإلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا عبرة في هذا الشاب، ولنا عبرة أيضا في غيره. ولا تسوف ولا تسوف، وباب التوبة مفتوح قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.